السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في يوميات ومضاء ابو كنزي. هي اول مرة حد لو يشوفني مينساش تشترك في القناة وتفعيل الجرس يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين واحلى عيلة. متنسوش اللايك والكومنت الجميل يا اخواتي وحبايبي في الله. طبعا يا اخواتي انا فين؟ انا في المطبخ ده بسلم عليكم يا حبايب قلبي. انا هو في المطبخ يا حبايب قلبي. طبعا زي ما انتوا شايفين انا في المطبخ طبعا. دهب راح عيد ميلاد واحدة صاحبتها، فعاوزة تروح الكوافير تعمل شعرها. طب انا يا حبايبي عندي مكوى. قلت لها تعالي يا حبيبه قلبي، انا بعمل كل حاجه يا اخواتي. بعمل كل حاجه تخيلوها في بتاعه الكوافير انا بعملها، صبغه مكوى استشوار. اي حاجه تتخيلوها في الكوافير انا بعملها يا احلى اخوات في الدنيا. عندي المكوى القديمه بتاعه زمان وعندي البوتاجاز. دخلت في المطبخ زي ما انتم شايفين، قلت لها تعالى اعمل لك شعرك. اما انا عندي المكوى، ما نعمل المكوى زي ما انتم شايفين. يا احلى اخوات في الدنيا، عارفين المكوى بتاع الزمان اهي يا حبايب قلبي. عارفينها كله عارف طبعا المكوى بتاع الزمان دي. كاشير سواء طلعت ام كهربا ولا الكلام دوت. دي المكوى بتاع زمان يا حبايب قلبي، شايفين جمالها وحلاوتها. انا عندي ومحتفظه بيها من زمان. تمام. وادي البوتاجاز يا حبايب قلبي، طبعا انا مغطيه العين، يا رب النار تكون ظاهره لكم، هعلمكم بس النور عشان تشوفوها. اهو يا حبايب قلبي. طبعا هوطي النور قبل ما اقسم الشعر وايه، واعمل لها شعرها. طبعا زي ما انتم شايفين انا في المطبخ يا حبايب قلبي، قلت اصور لكم. طبعا انا بقسم شعرها. عيد ميلاد صاحبتي قالت لي يا ماما انا عاوزه اروح عيد ميلاد صاحبتي وعاوزه اعمل شعري. طبعا الكوافير زي ما انتم عارفين سعر المكوى عالي جدا جدا جدا. نزلت تسال، طلعت لي يعني انا ما كنتش متخيله ان سعر المكوى في الكوافير بالطريقه ديت. تمام يا حبايب قلبي. فانا قلت لها ايه يا حبيبتي، انا عندي المكوى. تعالي يا حبيبه قلبي انا هعمل لك انا الكوافير نفسه. هعمل لك يا حبيبه قلبي. قولي بقى ايه رايكم في الكوافير بتاع المتواضع في المطبخ يا حبايب قلبي؟ يا رب بس الصورة تكون واضحة لكم. اخواتي وحبايبي في الله، الناس الجميلة واحلى متابعين واحلى عيلة. شايفين؟ قولوا شايفين. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا زي ما انتم شايفين انا بدأت في شعرها وبعمله. انا بعمل كل حاجة تتخيلوها اصلا. وش وحواجب مكوى واستشور اي حاجة تخيلوها صبغة في الكوافير يا حبايب قلبي. لو حد عنده كوافير وعاوزني اقف معاه اقف معاه يا حبايب قلبي. عندي فكرة جامدة جامدة جدا 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 عن شغل الكوافير يا اخوتي. تمام. زي ما انتم ما شايفين انا بعمل لها شعرها. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين؟ قولوا شايفين يا احلى اخوات في الدنيا. والله العظيم هعمل لها شعرها وانتوا هتشوفوا في الاخر وهتحكموا في الاخر. هعمل لها شعرها تحفه جدا جدا جدا. لان انا على طول بعمل لهم شعرهم بالمكوه ديت. تمام. فقلت طبعا اصور لاخواتي وحبايبي واوريكم. اه يا حبايب قلبي. طبعا انت بتبقى عارفه درجه الحراره، بتبقى تجسيها على يعني تجيبيها جنب خدك كده وتشوفي. لا اما على كف ايديك وتقيس الحراره. لازم تكوني عندك خبره في درجه الحراره. خبره في درجه الحراره يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. انا بقيسها على كف ايدي وباكو بيها. شايفين طبعا بتفرد الشعر ازاي؟ لان انا عارفه ومظبطه الدرجه بتاعتها زي ما انتم ما شايفين. ايه رايكم؟ كوافير ولا مش كوافير يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا شايفين الجمال والحلاوه والله العظيم. بصوا الجمال والحلاوه، شايفين؟ قولوا شايفين. يلا اذكروا بقى اللي في الكومنتات يا احلى اخوات في الدنيا وعايزه رايكم. بصوا يا حبايب قلبي. انا هو طبعا ايه خلصت الجنب ده، هو زي ما انتم شايفين اخر خصله فيه. وهبدأ بقى اعمل في الجنب التاني اهو. بصي تجسي كده على الشعرايه قبل برضه ما تحطي على كفه ايديكي. طبعا انا عارفه درجه الحراره طبعا عشان انا طول عمري بقى ايه عارفه المكوه ديت، وطول عمري معايا بقى لها سنين بقى لها سنين يا حبايب قلبي. انتوا عارفين المكوه دي بقى لها قد ايه عندي؟ والله العظيم ما هتصدقوا ان المكوه دي بقى لها اكتر من 20 سنه معايا. تتخيلوا المكوه دي بقى لها اكتر من 20 سنه معايا؟ تتخيلوا بقى. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين؟ قولوا شايفين يا حبايب قلبي. بصوا. قومي كده يا دهب، انا قومتي دهب عشان اقرب لكم للكاميرا. اوريكم بس تانية الشعر عاملة ازاي. زي الكوافير بالظبط اكنها في كوافير. يعني انا عندي خبرة المكوة دي يا حبايب قلبي بقالها 20 سنة معايا. طبعا انا بلفها الجنب التاني عشان ايه نعمل الجنب التاني عشان ايه اوريكم كل حاجة قدامكم. انا لفيت عشان يبقى كل حاجة قدامكم. طبعا ايه انا ما بخبيش حاجه عنكم يا حبايب قلبي. شايفين؟ قولوا شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين؟ كوافير ولا مش كوافير يا حبايب قلبي؟ خبره 20 سنه يا حبايب قلبي المكوه دي معايا. انا بعمل بيها لنفسي عشان تبقى عندكم علم. وبعمل كل حاجه لنفسي تتخيلوها من لوازم الكوافير. اي حاجه تتخيلوها.
شايفين؟ قولوا شايفين يا احلى اخوات في الدنيا. لو حد من متابعيني عنده كوافير وحابب ان انا اقف معاه، انا عندي خبره جامده 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 في موضوع الكوافير يا احلى اخوات في الدنيا. بس انا لو كان عندي امكانيات ان انا افتح كوافير كنت فتحت، زي ما انتم عارفين الدنيا عندي عامله ازاي وعارفين الظروف. ما كانش الظروف اللي عندي كنت فتحت كوافير. طبعا انتوا عارفين الكوافير محتاج التزامات، كراسي ومحل وايجار وعده وحاجات زي كده. طبعا انا عندي الامكانيات بتاعتي ما تسمحش ان انا افتح كوافير. ما فين العده اللي انا هشتغل بيها؟ فالظروف ما تسمحش ان انا افتح كوافير. لو حد حابب من متابعيني الجمال عنده كوافير وعاوزني اقف معاه اشاركه في الكوافير، تمام. انا كوافيره شاطره جدا 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 يا احلى اخوات في الدنيا، زي ما انتم ما شايفين. وهتشوفوا الشعر في الاخر وهتشوفوا الجمال والحلاوه يا احلى اخوات في الدنيا. زي ما انتم ما شايفين انا بدات في الجنب التاني اهو يا حبايب قلبي. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين؟ قولوا شايفين. طبعا ايه يا احلى اخوات في الدنيا. انا عارفه طبعا الاضاءه في المطبخ مش قوي، بس ان شاء الله هظبط لكم الاضاءه في المطبخ هكون احسن من كده باذن الله. فانا حبيت ابقى في المطبخ عشان ابقى قريبه ليكم وقريبه للبوتاجاز تشوفوا اكتر، تمام. لكن لو اشتغلت بره في الصاله عندي هبقى بعيده عن النار جدا 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 جدا. فانا حبيت اكون في المطبخ، اكون قريبه من البوتاجاز عشان اقرب يعني اكون قريبه يعني ايه للبوتاجاز اهو. حبايب قلبي انا كده ببدأ الشعر من ورا زي ما انتم مش شايفين قدامكم. كل حاجة قدامكم، كوافير ولا مش كوافير، ايه رأيكم في فرد الشعر؟ ورأيكم في طريقة المكوى بتاعتي وطريقة مسكة المكوى؟ وايه رأيكم في الفيديو الجديد المختلف يا حبايب قلبي؟ اه يا رب يكون ايه الفيديو انتوا تكونوا شايفينه، ويا رب اكون عجبتكم في الفيديو بتاعي. ومحتاجه رايكم طبعا في الكومنتات يا حبايب قلبي، محتاجه رايكم جدا جدا جدا. حبيت اصور لكم فيديو مختلف. انا طبعا بنوع لكم في الفيديوهات يا حبايب قلبي. طبعا مش هيبقى كله طبخ 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 تحديات. حبيت انوع لكم في الفيديوهات يا احلى اخوات في الدنيا. زي ما انتم ما شايفين انا ببدا في الشعر من ورا اهوت، عماله شغاله فيه اهو. انا كده ببرد المكوى يا حبايب قلبي. لقيت المكوى سخنه بتبردوها كده، يعني لو حسيتي درجة الحرارة عالية على اللي انت عارفاها بتبرديها بالطريقة ديت. بتمسكي فردة المكوى وتقعدي تلفيها شوية لغاية ما تبرد. بصي انا كده بجسها على ايدي زي ما انتم ما شايفين كده. انا بفرد الشعر يا حبايب قلبي. شايفين مسكة طريقة المكوى وشايفين فرد ازاي تفردوا نفس الطريقة ديت. لو حد عنده مكوى يا ريت يستعملها زي ما انا بستعملها كده اهوت. لو حد عنده المكوة دي طريقة الفرد بتاعتها جميلة جدا جدا جدا. عاوزة اقول لكم دي احلى من ام مكهربة بكتير بكتير والله العظيم، بكتير. على فكرة انا عندي ام مكهربة عشان يبقى عندكم علم. عنده ام مكهربة واوريه لكم في فيديو تاني، بس انا مش حباها وانا حابة ديت. بصوا شايفين بتتني الشعر ازاي؟ بصوا انا قربت لكم الكاميرا اهو. شايفين؟ يا رب الصورة تكون واضحة لكم يا احلى اخوات في الدنيا. شايفين التانية بتاعت الشعر اهو. طب انا بوريكم كل حاجه. انا عندي مقاربه على فكره بس مش حباها، انا بحب اعمل ديت واوريكم برضو مقاربه في فيديو تاني. بس دي جميله. وادي يا حبايب قلبي شعرها اهو خلص. شايفين؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم بامانه يا حبايب قلبي؟ شايفين؟ قولوا شايفين يا احلى اخوات في الدنيا. بص انا هفرده لها كده. طبعا انا بفرده بايدي، بفكه بصوابع ايدي اهو. شايفين؟ انا كده بفك لها بصوابع ايدي عشان يبقى هايش وجميل. انت حابه تفكيه فكيه، مش حابه خلاص حابه تسيبيه زي ما هو كده متني. بس انا بعملوها كده يبقى جميل وارفعه لها بقى بالتوك وهي نازله. انا كده بفكه اهو. فكيه وهيشيه كده بايدك بيبقى جميل جدا 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 اهو يا حبايب قلبي. يا رب الصوره تكون واضحه. ايه رايكم لما هيشته بصوابع ايدي؟ بتفكيه بصوابع ايدك زي ما انتم ما شايفين كده اهو. بتفكيه بالطريقه ديت. بصي فكي بالطريقه ديت جميل جدا 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 اهو. انا فكيته لها بصوابع ايدي اهو زي ما انتم ما شايفين. وهرفعه لها بقى وهي نازله تلبس. لسه هي هتلبس طبعا. وهي طبعا رايحه عيد ميلاد صاحبتها. كل سنه وهي طيبه. طبعا تروح وتفرح طبعا مع صحابها. حبيت طبعا افرحها اعمل لها بصوا بعد ما فكيته بايدي ايه رايكم في الجميل؟ ايه رايكم في الحلوه؟ بصوا يا حبايب قلبي انا جات لي فكره دلوقتي وانتم معايا. بعد فكيت لها شعرها هعمل لها لولوه من قدام. ايه رايكم؟ اهو. ايه رايكم بقى اعمل لها حاجه كده مختلفه من قدامكم يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين وانتم معايا؟ ايه رايكم اعمل لها حاجه كده ايه مختلفه من قدام تبقى ايه عشان ارفع لها شعرها بالتوك ويبقى حاجه ملولوه؟ ايه رايكم يا حبايب قلبي في الجمال والحلاوه؟ هرفع لها شعرها بالطريقه ديت
واخلي لها اللولوه ديت. هعمل لها الناحيه التانيه برضه زي ما انتم شايفين، هاخد لها جنبي من الناحيه التانيه واحده كده، دي تبقى ايه زي قصه مختلفه، يبقى الشعر من ورا متني وقدام يبقى ملولو. حبيت جت الفكره ديت وانا بفك لها شعرها، قلت طبعا ايه وانا معاكم اوريها لكم يا احلى اخوات في الدنيا. ايه رايكم، انفع كوافيره ولا ما انفعش يا حبايب قلبي؟ محتاجه رايكم في الكومنتات. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، ما تنسوش اللايك الحلو والكومنت الجميل يا احلى اخوات في الدنيا. يا اخواتي وحبايبي في الله، هرفع لها شعرها بالطريقه زي ما انتم شايفين. اذا عجبكم بقى الفيديو يا احلى اخوات في الدنيا، ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل يا احلى اخوات في الدنيا والمتابعه. شيروا الفيديو حبايب قلبي، ومحتاجه رايكم في الكومنتات. يلا يا حبايب قلبي هتوحشوني يا احلى اخوات في الدنيا. يلا بقى.